ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مبدئيا كده احنا هنتكلم عن خناقات القرايب، على سبيل المثال خناقات الافراح. يعني مثلا الخناقه اللي بتاعت قبل الفرح، بتاعت مين عزم مين وما عزمش مين. هنا بقى تسمع الجمل الدراميه بتاعت ايه، ما احنا نشرب برضو، عندنا بدل وعندنا جرافتات. تقول له ايه يا عم، انت كنت في السجن، انت كنت محبوس، انت كنت واخد 3 سنين. يقول لك ولو اعزمني برضو وانا اعتذر. اثناء الفرح بقى في الخناقه بتاعت ليه حمزه بن مها هو اللي يمسك المصحف المفتوح في الزفه كده قدام العريس والعروس، وليه مش مروان ابنها؟ ليه مروان اهبل، يعني اهبل كافر ما يمسكش المصحف ليه؟ وخناق جوه القاعه بقى، ما تفهمش ليه الرقص الهستيري والتنطيط والعرق والفرهده دي بيعتبروا علامه من علامات الوفاء كده. اللي ما يرقص لغايه ما يقع من طوله يبقى قليل الادب ومش جاي جامل خالص. بعد الفرح من اول طريقنا للبيت لغايه ما نتفرج على فيديو الفرح خناقات. يجي بقى السؤال اللي معاه مصمصه الشفايف من طن، هي بنتك ليه بقى متش طيس لبنتي؟ ها، مش بتحبها ولا متغاظه منها؟ مالها؟ ما جايز البنت خجوله يعني، او تعبانه مثلا، او بتحافظ على كرامتها يا ست، مش عايزه تعمل الحاجات دي، مش واخده منشطات يا ست زي الناس التانية. ما تسيبوا الناس في حالها، ليه ارقص؟ غصب عني ارقص؟ وخناقه وقطيعه بقى. في بقى خناقات العزومات، واشهرها الخناقات العكسيه، اللي هي لما تعزم انت حد على العشاء وما يجيش، تقول له احنا صحيح مش قد المقام بس نضاف والله، وبنغسل المعالق والشوك والاطباق ونضاف، يعني ما فيش حاجه. تقول له يا حبيبي انا كنت في العنايه المركزه، يقول لك برضه ما فيهاش اي حاجه لما تعدي تاكل لقمه معانا وترجع على عنايتك يعني تاني. هو يعني احنا مش هنعتني بيك؟ هي العنايه هتطير يعني؟ تقول له يا حبيبي لقمه ايه، انا كنت معلق محاليل. يقول لك هو احنا يعني قصرنا معاك؟ ما تيجي يا عم ونجيب لك محاليلك ونجيب لك حاجتك، يعني كتير علينا يعني. تقول له يا ابني انا كنت ما بين الحياه والموت. يقول لك كمان يعني كنت ما بين الحياه والموت جنبنا هنا ومش عايز تعدي تجبر بخاطرنا. على العموم يا سيدي كتر خيرك، احنا مش قد المقام وحاجتنا يعني مش نظيفه وقطيعه. طبعا العزومات بتاعت تعدمني مشهوره، هي كده اسمها تعدمني لو ما اكلت الورك ده، يا رب اموت لو ما ضربتش طبق المحشي ده، اله اتشل لو ما شربتش المغات. ليه الحلفان بيتطور للطلاق؟ طب طلاق 3 لو ما اكلت لقوم طلق بنت خالتك اللي قاعده دي. ليه يا ابني ليه؟ في خناقات اول عزومه رمضان، تخيل اول يوم رمضان ده عند مين؟ تخيل خناقه وليه عندك انت ومش عندنا؟ هتفرق ايه؟ ما تروح اي حته. ايه الشغف العظيم ان العزومه تبقى عندك انت؟ هتبقى انت الدولة المستضيفة لدورة الألعاب الأولمبية مثلا؟ بتنافس في ايه؟ انتوا غاويين شقة، ما لسه رمضان فيه 30 يوم. عارفين الخناقة اللي على النعي؟ ايوه في خناقه على النعي كده، اللي هو مين اسمه جه قبل مين، وليه ان المرحوم اتكتب ان هو نسيب الاستاذ عادل شوقي من غير ما نكتب ان الاستاذ عادل ده كان المدير الاقليمي للشركه الدوليه للصناعات الدوائيه سابقا، والولايات المتحده حاليا بعد التقاعد. ليه ما اتكتبش كده؟ ليه عمك ما ياخدش وضعه؟ وفي خناقه قريبك اللي جاي من السفر ومش جايب هدايا، او جايب لحد وحد لا، او جايب لحد اقل من حد، او جايب لكل الناس وهو لا مش جايب لنفسه. اهي اي تلاكيك والسلام. في غير خناقات الهدايا خناقات الفلوس، لما تخش مع قرايبك جمعيه لازم تقلب بخناقه معروفه. العيديه، النقطه، قريبك اللي بيخش مشاريع ويخسر بمنتهى الحب 19 مره، كل العيله كل مره تلم فلوس عشان تنقذه. او قريبك اللي عنده مشروع بيبيع اي حاجه وانت اشتريت من بره. ما اشتريتش من حسام ليه؟ ازاي بقى يعني؟ ما تشتري يا اخي من حسام، قوم دلوقتي اشتري من عند حسام. ايه اللي انت جايبه ده؟ هو اللي عنده حسام وحش يعني؟ في الخناقه اللي ما بين حد قريبك من العيله وقريبك الواصل، ده شخص بيبقى ربنا فتح عليه، هو حظه كده، ربنا فتح عليه بمركز، شويه علاقات، العيله كلها بتستخدمه اسوأ استغلال. تلاقي تليفونه ده طول النهار ما بيبطلش. معلش فؤاد عليه غرامات شيلها، فؤاد عليه مخالفات شيلها، زياد عنده اللوز شيلها، اعتماد قتلت واحد شيلها انت برضه، وهكذا. ويتحول قريبك ده لمجمع التحرير. تبدا العيله كلها تزعل منه لانه ما حققش كل احلامهم، وبعدين الطلبات تفضل تتصاعد لغايه ما توصل انها تبقى من المستحيلات. وانما انا عايز ادخل ابني اللي نظره ماينس 30 ووزنه 375 كيلو كليه القوات الجويه، اتصرف اخسسه يعني ولا اعمل له عمليه تصحيح نظر؟ ولو في دكتور في العيله ليه الخناقات بتاعته برضه، لانه مطلوب منه انه يكشف على العيله كلها ببلاش.
وفي جميع التخصصات، وما تسالنيش ازاي. حتى ولو كان دكتور بيطري هيشتروا له سلاحف ويروحوا له بالسلاحف عشان يكشف عليها. اي تخصص بقى ليه خناقات، ومهندس، مدرس، سباك، رائد فضاء، مدرب تنميه بشريه، اي حد تلاقيه بيعمل اي حاجه مميزه في العيله لازم تلاقي معظم العيله شايله منه. عيله علينا يا سيدي وبقى دكتور وما بقاش يشتري من حسام، ما يشتري من عند حسام. يعني بقى دكتور وما يشتريش من عند حسام، وكمان ما يكشفش على السلاحف، لا ده نهاره ازرق. طبعا في خناقات، انت مش عايز تتجوز بنت خالتك ليه؟ مالها بنت خالتك؟ لا مش بحبها. لا الحب بيجي بعد الجواز. بص يا ماما انا بصراحة بخاف منها. لا الرعب بيروح بعد الجواز. طيب يا ماما انا لسه صغير هتعجز اثناء الجواز. عادي لو ما اتجوزتهاش هيتخانقوا، ولو اتجوزتها هيتخانقوا برضه. لازم العيلتين يتخانقوا مع بعض. انا بقى كيوسف علاقتي بقرايبي زي الفل. عارفين ليه؟ عشان بشتري من عند حسام. سلام. مبسوط معاكم واتمنى طبعا دعمكم، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، والسبسكرايب الجميل واللايك والشير والتعليقات اللي هرد عليها طبعا بنفسي، واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان لو في جديد يوصله كل جديد. شكرا.